حمني. بسم الله عليك يما حمني. حمني يما قوم، تأخرت على الدوام حمني. ما حد ما حد يما، يما كان حبيبي. بسم الله عليك قوم قوم، تأخرت على الوظيفة تنطلعك. يلا قوم. تعبان. بسم الله عليك تعبان من شنو؟ مسخن؟ يما راسك يعورك؟ لا يقوم بطنك يما. بسم الله عليك شنو تحس فيه؟ ما يبكون انا تعبان خلاص. تعبان تبي تنام؟ زين يما نام حبيبي. بسم الله عليك ما عليك شر يما. بسم الله عليك لا اله الا الله. طارش بسم الله على ولدي. تعبان وعلي عليه. الحمد لله نرتاح. ارقد وامن يا يما، انت في بيتك ومكانك. الحمد لله. الو هلا. وي هذا شكله الحين يا ربي. لا وياك هلا ومرحبا. هلا شلون ما عرفتك ايش دعوات يعني؟ انت مدير ولدي. اي حمني ويما خلت حالي. شو اقول لك عن حمني؟ مو البارح طول الليل مريض مسخن، حرارته وين عاليه كانت. تصدق عاد البارح احنا في المستشفى لويه الفير. اي ونايم تعبان ما يقدر يتكلم. اي شلون الطبية ما اعرف شلون يعني. تعرفني ما اعرف سوالف طبية وغير طبية، وبعدين ما عندي سيارة عشان امشي اموري يعني اجيب الطبية. اقول عاد تكفى استاذ مدير يعني. كان زين يعني انت لو تطوف عليها يوم، ايش رايك؟ الله يخليك ويبجيك ان شاء الله. الله يسلمك، الله يبعد عنك كل مرض يا رب ان شاء الله. اقول تصدق عاد ولدي يمدح فيك وايد، يقول احلى مدير في العالم هذا شفته، وعاد هو ميت على الوظيفه. بسم الله عليه. الله يسلمك، يخلي لك اميمتك ومرتك. مو متزوج، الله يرزقك يا امه بالزوجه الصالحه والذريه الصالحه ان شاء الله. مشكور وما قصرت. عاد يتيم وقف معه. تكفى. تسلم الله يخليك ان شاء الله. مع السلامه. حياك الله. ويما طفى. بسم الله على ولدي من المرض سخونه. ايش اسوي؟ قلبي قطعني ما اقدر اقعده عشان يروح الدوام. سامحني يا رب سامحني. يا ابني يا حبيبي ممنوع تخلي القطه دي هنا، لازم تاخدها عندكم في البيت. لا ما بابا، انا بخليها هنا عندكم. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني ممنوع، لازم تاخد القطه دي عندكم. ممنوع تخليها هنا. انا بخليها هنا عندكم هنا. صباح الخير. صباح الخير يا دكتوره. اهلا يا جمال. الله ايش هالقطوه؟ هذه قطوة منها؟ تعالي يا دكتوره احضرينا في المشكله دي. شنو هي؟ بقالي دلوقتي ساعه عمال اقنعه ان ممنوع يخلي القطه دي هنا وياخدها عندهم البيت، مصمم يخليها عندنا هنا في الحديقه. ما يخالف يا جمال، يلا خلني انا معاه شويه. طيب يا دكتوره ما تنسيش موعد القرود دلوقتي اللي هنديهم التطعيم. ماشي اوكي. ماشي يا دكتوره. شنو حبيبي ايش فيك؟ ابى اخليها عندكم هني. ليش تبي تخليها عندنا؟ انتوا هني مو حديقه حيوان؟ خلاص خلوها عندكم القفص عشان ابوي مو راضي، واذا خليتها بالسكه بتنحاش. صح حبيبي، هني حديقه الحيوان، بس هني حق الحيوانات الغريبه. شوف مثلا، عمرك شفت اسد يمشي بالشارع؟ لا. زين، شفت فيل ينطرك عند باب بيتكم؟ لا. خلاص احنا هني حاطين الحديقه حق الحيوانات المثل هذه، وقطوتك وايد حلوه حرام تحطها بالقفص. انا قلت ليش ما اخليها ابوي عندنا بالبيت؟ حبيبي حاول تقنعه، قول له نفس الكلام اللي انا قاعده اقول لك اياه وان شاء الله يرضى. لا بخليها عندكم هني. صباح الخير. صباح النور. فيكم؟ ما فينا شيء، الحلو بيخلي القطوه قصب طيب عندنا، قاعده اقنعه مو راضي يقتنع. يا عادي ماكو مشاكل، خلي القطوه عندنا بس يقعد معاها بالقفص. ليش دكتور؟ لان هني كل حيوان لازم يكون معه صديقه، وانت صديق القطوه هذه، فلازم نحطك معاها بنفس القفص. يا سيد تعال شيل الولد وحطه مع القطوه بالقفص اللي يم قفص الاسد. لا ما ابي. ليش؟ ما بقعد بالقفص. وعي ليش تبي تخلي قطوتك تقعد بالقفص؟ خلاص ما بخلي قطتي عندكم. شكلك زعلت، شوف لا تشيل بخاطرك ولا شيء، انا الحين بعطيك رقم ملجأ تدق عليهم، يون ياخذون منك القطوه من يم باب البيت، ولا لا داعي تقعد وياها بالقفص ولا شيء، لان فقيره مسكينه اصدقائها كلهم هناك، بس تقدر تزورها انت متى ما اشتقت لها تروح لها. اي بس انا ما عندي تليفون ما اعرف اتصل. ما يصير خاطرك الا طيب، اخذ قطوتك وامشي وياي المكتب وانا ادق لك عليهم. يلا. انت ما قلت لي شو اسمك؟
شو السالفه؟ خلاص يبقى قلنا لك يبيها خليه ياخذها يفحصها يسوي لي سياره جديده. هي الله يهلك استعمال مره ولا استعمال ريال؟ هو شكو بيخاطبها يعني استعمال مره بيخاطب السياره ولا شنو؟ الله خلاص 35 و50 وال50 قبل ال 300 وقبل الخمسه. اي يلا بس انا امرك بس اذا يبيها خليه ياخذها يلا غير كذي ماكو. يلا فمان الله. ايش فيك انت بوزك طايح؟ ليش شي كآبة حياتكم؟ خلاص عزمت تاخذ نصيبك؟ تبينا نتفارق عقب هالعمر؟ يا يبا نتفارق ولا ما نتفارق؟ انت الحين هذا ابوي طول عمره عايش معانا وخذا رب العالمين خذا امانته وتفارقنا، يعني شو السالفه؟ اذا ما تفارقنا اليوم تفارق باكر، قلب احترامه وضايق خلقي. قول حكي كان خل ادق لك ناي. طلع يلا يبا قوم دورنا. عمي شلونك؟ شو اخبارك؟ هلا بنتي، هلا بوضحه. انا اسف يا هلا بمو واضحه. يا بعد جدي خلاص لا تتاسف ما علي، بس مرة ثانية لا تعيدها عمي، لا تناديني باسمي تكفى. انت لقيتي اسم جديد؟ لا للحين. للحين؟ عيل انا بسميك بنتي الحلوة. حلوة؟ عمي يعني انا حلوة؟ هي كل الحالات فيك. عمي وين حلوة الله يهداك، شايف كشتي وسماري وخشمش طولة. يه انت ما سمعتي الاغاني اللي على السمر؟ لا. كل الاغاني على السمر. مثلا اسمر عبر زي القمر عالي سما حلوة. والله عمي ما ادري، انا حسبالي بس يعني الحلوة اللي ينقال عنها حلوة اللي المفروض تكون بيضة شعرها ناعم نفس اختي. لا يا يبا، الحلاوة انواع، في كاكاو، في كيك، وفي تمر، واحنا عندنا اعز شيء التمر. انت يا بنتي اخذتي حالات الخليج كله. مشكور عمي، يعني الخليج من غير حالات الحين. خلاص عمي عندك، انا بمشي، ما تبغى اساعدك؟ لا مشكورة ابوي، مشكورة. مع السلامة، رفعت معنوياتي. مع السلامة. يا حلو البنات. ها خلاص شريت نصيبة؟ السلام عليكم. يلا مبروك مرت اخوي، تحول البيت باسمكم. والله عاد هذا حال الدنيا، دوام الحال من المحال. عاد انت يا مرت اخوي لو قانعته يبيع البيت وياخذ له بيت صغير على قدكم وتسوينه على ذوقك، احسن لك من هالخرابه هذا تصلحين مني يخترب مني. والله يقولون عتيج الصوف ولا يديد البريسم. هذا البيت اللي ربينا فيه، بيت عمي الله يرحمه، ومهما عدلنا فيه هم بيتم احسن من البيوت الجديده. اشتو عتيج الصوف ولا يديد البريسم، خليك من هالحكي اللي ما منه فايده ولا يوكل عيش. الحين اخيي خلاص، بعد تبيني اطلع من البيت اخذ هدومي وامشي ولا عادي اقعد عندك كم يوم هني؟ يا اخوي ما حط ردك من البيت، انت ما تبي تقعد فيه. لا انا ما ابي هالحكي، هذا حكي اخوان ومجاملات ما يمشي عندي، انا ابي كلمه صريحه، اقعد امشي اخذ هدومي واقرب بيوتين. البيت بيتك يا اخوي وقاعد فيه على راحتك. اذا كذي عيال انا بطلع انام شويه اريح، واذا جبتوا الغداء نادوني. ليش قلت لنا البيت بيتك؟ ليش ما حددت له مهله؟ يعني انت ما تعرف اخوك. وش فيها يعني؟ شنو وش فيها؟ اخوك بيتم قاعد في البيت ما راح يطلع منه. خليك قاعد حبيبتي. بصراحة أنا وايد متضايق وما ودي يطلق. أحس إني خسرت أبوي وأخوي بنفس اللحظة. يا أخي بسك من هالطيبة الزايدة اللي أنت فيها. أخوك الحين بيتم قاعد في البيت ماكل شارب نايم، يتأمر في البيت كأنه بيته هو مو بيتك أنت. بعدين بصراحة هذا بيتي أنا بعد، وأنا ما أبي يقعد فيه. أنا أول مرة أشوفك تكلمين كذي. لأنه أول مرة صار حق إبراهيم. الحين أخوك حن على بيع البيت علشان ياخذ فلوسه، وأنا تسلفت واتخذت قرض وحطينا دين على ظهورنا علشان هو اللي في النهاية يرتاح وإحنا لا.
لا مو من حقه. خلاص حبيبتي، انا راح اعطيه مهله اسبوعين يشوف له مكان، واذا ما شاف له مكان راح احدد له وقت يطلع من البيت. خلاص حبيبتي. محمد والله طلعت مهين، شلون عرفت تقص على الياهل المسكين؟ ايش حبالك انت؟ تدرين كم واحد من هاليهال يجونا كل يوم؟ اللي بيهد قطوته واللي بيهد شلبه، لا وبعضهم بيخلي الدياير. عاد انا من اسمعهم يقولون كذي اقول لك تبي تحط حيوانك تقعد معاه بنفس القفص، يخافون ينحاشون. انا بيني وبينك اذا بتقعدين تقنعينهم وتسولفين معاهم ما راح يفهمون ولا راح يقتنعون. اي صح، بس تدري توني اعرف ان احنا عندنا ملجأ حق الحيوانات. وايد ناس ما يدرون لولوه. ودي اتطوع عندهم. صدق؟ عاد هم فعلا محتاجين، انا متطوع عندهم واروح لهم 3 مرات بالاسبوع. والله زين. شوفوا اذا تبين على يوم بعد الدوام انا اخذك واوديك لهم، لان المكان وايد بعيد. بعيد؟ ها لولو، كأنك هونتي. لا محمد ما هونت، شوف انت نسق وخل روح على يوم. تم. حيوانة شوهتني. رزان حبيبتي، ترى الشمس بالصوت ما يبين. بس اخاف يترك اثر. لا ان شاء الله بعد فترة بيروح. تصدقين عاد الوضع ببيتنا لا يطاق نهائيا. لو عندي بيزات كان طلعت سكنت برا. احلى شيء بالدنيا الحرية. انا ما ادري ليش ما نعيش نفس الاجنبيات برا. لما الوحدة تصير عمرها 18 سنة تعيش بروحها بعيدة عن اهلها. ايش رايك نسافر مع بعض؟ كان زين. ابوي عادي يوافق، بس اخواني ما راح يرضون. وي انت شكوا فيهم؟ شنو شكوا فيهم؟ اذا ابوي بكبره يخاف منهم، هذول عصابه. اصلا لو يدرون اني داش النادي هني مختلط كان ذبحوني. حسافه كان استانسنا. اي والله عاد تدرين الحين وايد بنات يسافرون بروحهم. قطيعه حكره هني وحكره بالبيت. انا بقوم لا يشوفون الشمخ اللي بركبتي. مرحبا. هلا والله. ايش فيها رزان؟ او ما شفتنا قامت. لا تكرم راحت الحمام شوي وتي. اوكي عاد نصور بروح اتمرن وياك. اوكي حبيبي خذ راحتك. وانت ما تبي تتمرن؟ وانتي؟ انا الصراحه مالي خلق. حتى انا مالي خلق. ايش رايك؟ تبي انت قاعدين هني ولا نطلع نتمشى برا؟ نتمشى برا احسن. يلا مشينا. يمه 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 بسم الله عليك يمه. شنو ايش فيك؟ انت ليش خايفه؟ ليش تخافين؟ ما صار شيء، ليش تخافين؟ يمه يومين مو مداوم، وانا اصلا ما صار لي اسبوع من داومت. الله حرام عليك. بسم الله عليك، هيأت قلبي عبالي فيك شيء، لا يكون يمه انت مريض ولا شيء. لا وي انا اكيد فاولت عليك. لا تخافين، ليش ما قعدتيني؟ يظل قعدتك بس انت اللي راسك يابس بتنام. مسك راس اليابس هذا ورفع ايدك ورنيني الطراق، خلي اللي يبوس بك يمه، ولا كب علي ماي ولا رمل ولا اي شيء. شو اسوي يعني؟ اسوي يمكن باكر اروح الدوام ولا تم فصل المدعوحه مني. افا يفصلونك وانت ولد محمني؟ لا حبيبي انا خليت اليوم المدير يعني طوف لك. افهم شلون المدير مطوف لي اياه لو سمحتي بس. عادي هو دق على البيت، انا حاكيته لانه كان يدق على تليفونك انت ما ترد عليه. حلو، برافو اكسلنت. يعني هو الحين دق على البيت وانت رديتي على التليفون. يا الله يستر. ممكن اعرف يعني ايش قلتي له؟ اكيد فليتيها. لا حبيبي ما فليته ابد، ما خليته يسكر التليفون الا هو راضي ومقتنع. امك اعجبك بهذه الابتسامه. ها هاي الابتسامه ابيك تروح له بكره العمل تتشكر منه زين. وهم انا بعد بسوي لك صحن حلو ودي له وقول له هذا من عند امي تدعي لك. مشكوره يمه، والله يخليك ان شاء الله. حبيت الكعبه بعد قلبي. خلاص يا يمه، انا اروح انام واكمل نومي وانت دشي داخل وكملي طباخك وقعديني. زين يمه تكفى، روح نوم العوافي. بعد ما يجهز الغداء انا ناديك. يلا عشان مو من صدقكم تدرون الواحد يبي يروح ملعب. منو ان شاء الله تحوشكم حكه. منو؟ ها سموي هذين طايح فيك سب لين طاحت شبدي.
حمدي ايش فيك؟ منو حافظ خريطة وجهك وحالف الا يغير ملامحك؟ سلم تو تهاوشت معه. من صجة؟ ليش؟ معصب علي عشان غسلت سيارة الدكتور. عشان غسلت سيارة الدكتور يغسل ايش رايك؟ لو غاسل سيارة مهندس شو يسوي فيك؟ علقك بالفريج؟ شو اسوي معود؟ شايف الحالة اللي انا عايشها؟ خلها على الله بس يا معود. لا تكدر روحك يا معود، الحين اروح ادوس ببطنه واغسل شراعه واخلي لما يشتري يتفرق بالفريج. لا يا معود تكفى البيت ما يخلق ادش اصلا. عيل خلاص موضوعك عندي، مش داخل الحين ومتى تجيب لنا ذاك الاكل الطيب ونرنه انا وياك بالخمس وندردش، وانسى الطقات الكدمات هذه انا نسيك اياها، مرة امي سوت اكل حق واحد من ربع صدق. حمدني تكفى بس مالي خلق، انا بروح اتمشى شوي ضايق خلقي اكل انت عليك بالعافية. اقعد ريح، الحين نروح ونجيب العدة ونقعد ندردش مع السمك ونصير امبري حق امك، امبري ربيان هذا المقوقس تضرب وترضى عليك وانت قاعد تاخذ حقك من اخوك بعد. زين يلا روح انت بدل ما بروح بالعدة يا عاشق. ها ايش فيك؟ شوف هذا شنو بعد؟ هذه القطوة. قطوة؟ ايه تقدر تشيل الآثار؟ أخاف تترك أثر بعدين. اقدر اشيله لا تحاتي. ودي كريمات ما كريمات. لا كريمات ولا غيره. اقدر اشيل لك اياه بالليزر. ليزر؟ زين قول لي شنو أحتاج بعد؟ اللي مثلك ما يحتاج ولا شيء. لا يقولون دائما البنية لازم تبلش عمليات تجميل بسرعة عشان وجهها شيء ما يطلع فيه تجاعيد. اي بس انت تو الناس عليك وايد صغيرة. تصدق فواز أكره ما علي فكرة إن أنا أكبر وهي تغير. لا تصدقين اي منتج يقول لك ان وجهك راح يظل كذي طول عمره ولا بيظل شباب طول عمره، لا. بس على الأقل بتم شباب شوي. قول لي شنو أحتاج؟ تحتاجين ابر نظارة بعد مو وايد. ونقدر نقزك بوتوكس نرفع الحاجب شوية. هذا بفلوس ولا ببلاش؟ لا بفلوس ولا ببلاش. شلون يعني؟ يعني انا فكرت بالكلام اللي انت قلتيه. عن موضوع الجريدة مسكت العدسة المكبرة وقعدت أدور 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 لين لقيت اسمك آخر الصفحة. ايوه عن موضوع الجريدة والعدسة المكبرة اللي قاعد تدورين. وبعدين؟ رزان ايش رايك تصيرين موديل مالتي؟ بتمون عاد احكي انا بتمون عالدمع موديل؟ شنو وافقتي؟ اي وافقت. من صدقك؟ ايش فيك؟ الريال بيخليني ملكة جمال، جسمي جسم عارضة ازياء، ايش فيك؟ وبعدين انت ناسية انا اموت على شيء اسمه شهرة، ابي الناس كلها تعرفني. يا المجنونة هذا قاعد يسوي فيك تجارب وانت ساكتت له. اي تجارب انت الثانية؟ لا هو مصنع ولا هو مختبر، بيجيب له كم دواء من برا ومعدات يبينا نسوي له دعاية عليها. زين قولي لي ايش راح يسوي لك الحين؟ الحين بيغزني كم ابرة هني كم خواصري. الخواصر؟ ما فيش خواصر ولا شيء. لا لا بلا عندي زوايد شي بطني كبدي مو عاجبيني. انا اشوف خواصرك طبيعي ما فيهم شحوم ولا شيء. اقول لك بيخليني نفس عرضات الازياء، ايش فيك؟ انت مجنونه ما عندك سالفه. وفواز هذا قاعد يستغلك ولا تظنين انك انت اذكى منه، لا ترى هذا دكتور يفكر بمصلحته مو بمصلحتك، وانت بكيفك. شوي وتوقع قلبي حنون ما بيلقى بتمون عالدمع. انت ما شاء الله وايد حلوة وبشرتك مثل بشرة ليها، يعني مو محتاجة شيء غير رتوش بسيطة تصيرين عقبها أحلى بنت بالكويت. عقبها وايد قلوب بتطيق عشانك. شوي شوي وتوقع قلبي حنون ما بيلقى بتمون. اشتو والله عاد الحين بعد معاش وحركات من قدك حمني. ايه الحمد لله الحمد لله، الله ان شاء الله لا غير علي ويثبتني. ان شاء الله الله يثبتك بعقلك. اقول وزواج شنو في ما في؟ والله لو بيدي الحين اخليك تملك لي، بس شكلها السالفه شوي معصلقه. حمني ليش؟ تحب لك وحده، حاب لك وحده واهلها مو راضين يعطونك اياها، يقولون من تكفو ولا شنو؟ ولا عسى ما شر اخاف فيك عله. بسم الله عليك ما في الا العافيه، بس امي شوي مو راضيه. ترى امك لؤيه هذه بلوه، لا هي راضيه تشتري لك سياره
ولا هي راضيه تزوجك، اخرتها ما غير انها بتحجبك وتقعدك عندها تقص بصل. اي والله شكله هذا اللي بيصير. شوف حمني، انا احبك مثل اخوي الصغير، لا تصير مثلي انا كبرت وطافني غطار الزواج. انت تتزوج الحين وانت صغير وتكبر وعيالك يكبرون معاك. يا معود الله لا يقول شيء يصير فيني شعر ابيض نفس اللي براسك، لا بل بقعد احن فوق راس امي لين تزوجني. بس عاد اذا تزوجت مشكله، الراتب وين بيكفيك؟ ما يكفي المعاش. شو اقول؟ لا يبا لا تحاتيني، وان شاء الله ما راح تقصر. لا تعتمد على امك، ايش فيك انت؟ خليك ريال، اعتمد على نفسك انت، شنو تعتمد على امك؟ شو اسوي يعني؟ انا اقول تروح البنك دام عندك راتب وتاخذ قرض، والقرض هذا انا اشغل لك اياه، الشركه جاهزه والرخصه جاهزه. اخذ قرض على اول معاش انه حرام. اي لا حرام صح، اول معاش ما ياخذون عليه قرض. ورثك، عندك ورث، جيب ورثك واشغل لك اياه سنه سنتين يتدوبل، ما يتدوبل يصير تربل. اسمع مني، ورثك هذا اسوي لك اياه ملايين، يصير عندك ملايين. حمني وزوجك 4، مو 4 10، لا خلنا 10، الشهر حل ال4 نعطيك 4. الحين تروح حق امك وتقول لها اعطيني ورثي. يما البيت لهالدرجه ضيق ماكو مكان توقفين له هني، ايش فيك؟ ايش عنده هذا جاي هالحزه؟ يعني رفيجي يسلم على رفيجانه ما يصير يعني؟ والله حمني انا امك وعرفتك زين، ايش عنده هذا؟ السالفه بيها شيء ثاني. يما غداة زاهب نقعد نسولف كذي. لا الغدا مو ذاهب للحين. يلا ماشي. حمني تعال. لولو بس الله يخليك لا تتكلمين، بدق على المحروسه حنان اقول لها ماني على الغدا. كذي زين؟ اي زين. الو هلا حنان، ترى انا ماني على الغدا، رايح الملجأ، ما ادري متى اطلع كالعاده. انا لو طلعت ادق عليك، تبين شيء؟ اي تلفون، لا يبا ما معاي احد، اي تلفون. اي تلفوني اعطوني اياه اليوم بالدوام. بعد ايش راني انا يعني ما اعطوني اياه اليوم، متى اقول لك؟ غير سالفه هذه، خلاص يبا الطريق زحمه قدامي، انا خلص اكلمك. أبا والله العظيم آسفة، ما أدري شو صار، رن بروحه. وهكتيلي. زين انت الله يهديك، شو دقيت عليه قبل لا نطلع؟ يبا دقيت عليها مرة وما ردت علي، دقت علي وأنا بعز شغلي، خلاص يبا ما صار شيء، بس ذكريني آخذ تلفون وخط قبل لا أرجع البيت، الله يخليك لا تسوي لنا سالفة هذه ومناحة. زين الجبان ايش دعوة صار؟ زين. جبان ها؟ جبان. يصير عندك ريال نفس مرتي كذي، شوفي شلون تقولين جبان؟ عندي لا تحاتي، عندي. إلا ما قلتي لي بس أنت الدكتور هذا والحركات، شلون تعرفتي عليه؟ شوف أنا أقول لك، والله رحت العيادة وهو بنفسه عالجني وكانت الشرارة. شرارة ها؟ ما شاء الله شرارة مرة واحدة. يعني أنت طافش لما تعرفت على مرتي، قنابل وحروب وهذا، بس تعالي أي شرارة وأي شيء شو اسمه، ترى أنت كلش مو نوعك تجميل والأمور هذه يعني. أدري أصلاً أكيد مو نوعي تجميل، بس أنا رحت عشان الشامة اللي بوجهي اللي طول عمري أعاني منها. وأنا أقول متغيرة علي ومحلوة، بس والله حسافة على هالذبانة اللي كانت بوجهك. محمد طالع قدام عشان لا نشوف شبة لو سمحت. بس كانت ماخذة منك حتى الدقمة هذه على فكرة. ظريف ليلك. هذا كله انا ما ابي، ما يلزمني. شنو هذا؟ الويه يطلع طبيعي. هذا طبيعي استاذ. وين طبيعي هالاحمر والوردي هذا كله شيليه، انا راح اخلي المخرج يحط عليه اضاءه تطلع وجهها وايد احلى من كذي. دكتور ايش فيك؟ ترى وايد طبيعي. سوي اللي قلت لك عليه. ان شاء الله. لا بس لا تشيلينا كلها، خلاص انا بس. سلوم انت الحين من صدقك تخليه يطير تاير والتعبه وحالتك حاله، على شنو كل هذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ترى انت هننتني والله العظيم، ذبحت راسي قام يعورني منك. شنو على عادي يبغى كلب هذا وايد تحن.
يا اخي كذي يخبون الكلب بعد شنو؟ حط له صدريه وعلقها بتاير وخلاص، صدره يتبطل منها. ايش فيك؟ بتعوره، ما عور الكلب يا اخي. في ناس ايش يسوون؟ في ناس يحطون ستاند، يعلقون ستاند زين ويحطون له تيوب مال سياره وينط ويتعلق، يعض الستاند فيقوي فكه يتبطل، صدره يتبطل عادي. زين بس اخاف يتعور ولا يصير فيه شيء نبتلش فيه بعدين. خلوه ترى لوحت كبدي اذيتني، بس اسكت شوي يا اخي بس خلاص. زين قوم روح جيب له شيء خليه ياكل. ما ابي واكله الحين، تو الناس تونا خابينه نوكله، ما تشوفه قاعد ينفض. كلاش تعال زين كلاش. برافو اي برافو. ستوب كذي صار فيديو كليب؟ شد دلع بالمشي هذا. انا ابي اسوي اعلان مو فيديو كليب. اي دلع؟ انا اصلا ما تدلعت. اقص عليك انا. تعالي شوفي المونيتور شلون قاعد تدلعين. انت كذي كأنك تقولين حق الناس تبون تدلعون تعالوا حق الدكتور فواز. لا يبا، في فرق ما بين الاناقه والانوثه والرقه وما بين الدلع الماسخ اللي قاعد تسوينه. استاذ انا كذي راح تخوف ان الناس تفهمني غلط، انا بيها تفهمني صح. انت عاوز دعايه عاديه زي اي دعايات بسيطه. باخد لك العياده بتاعتك دي كلها والاجهزه الحديثه الحلوه، واللي عاوز يجي يعمل ليزر هتيجي، اللي مش عاوز هتيجي مش هتيجي. لكن لو عاوز دعايه مميزه، الناس اللي هيجوا هنا كلهم مجانين بالموديل اللي انت عامله، عاوزين يبقوا زيها، وفي الاخر وفي الاول اللي انت عاوزه هو اللي هيكون، مش اللي هم عايزينه. انا واثق برؤيتك يا استاذ، توكل على الله. اذا ما عجبك اللي احنا صورناه بنصور مره ثانيه. والله يا ريت، لان ما اعطتني الاحساس اللي انا ابيه. خلي الموضوع ده عليا انا فاهم اللي احنا عاوزينه وهتعمله. رجاء يا رزان، استوعبي اللي بيقول لك يا الاستاذ وسويه بالحرف، مو تسوين اللي براسك. لا ماني مستوعبه شيء. سمعيني، دلع اليهال هذا بطلي منه، احنا نشتغل وين نلعب؟ لو سمحت ما اسمح لك تعلي صوتك علي قدام المصورين. رزان انا متوتر بما فيه الكفايه، لا توتريني اكثر من كذي. انت وافقتي تسوين الموديل يعني تسوين اللي انا اقول لك عليه. اي اوكي، في اسلوب الطف من كذي تقدر تكلمني فيه. اذا الشغل مو عاجبك من اولها تقدرين توكلين على الله. في 1000 بنيه تاخذ مكانك، لا وصافين بالدور بعد. ماشي الله يوفقك مع ال1000 ملوتك. تبين تنسحبين الحين عقب ما جهزنا كل شيء؟ انا من وين جبت بديل الحين؟ يعني ما عندك 1000؟ ما عندك الا انا وبس. فلو سمحت عدل اسلوبك معاي قدام الناس عشان لا الغي التصوير. ماشي؟ اوكي انا موافق، بس بمزاجي بكيفي انا، وانا ما حد يلوي ذراعي على فكره. يلا جهزي الناس تنطرنا تحت. واي كان زين فواز يحب الحيوانات، كان تمنيت واحد فيهم الحين. ايش دعوه؟ ريلك ما يحب الحيوانات؟ لا يقول عنهم وساخة ميكروبات. انا مو اعرف يعني، انتي طبيبه بيطريه وريلك ما يحب الحيوانات، احس مو لايقين على بعض، شلون خذيتوا بعض انتو؟ تبيني اقول لك شيء وما تضحك علي؟ بضحك عليك وبزياده بعد. لا صدق والله محمد، ترى الموضوع يبكي اكثر ما يضحك. شلون؟ انا اقول لك، لاني طلعت من المرضى اللي يحبون طبيبهم اللي يعالجهم. اي بس هو ما سوى شيء، ترى كلها شامل اللي شالها، بس انت صدق حالتك ميؤوس منها كان. مو محمد هذا اللي يبكي. اي والله يبكي من الضحك. زين الحين ما تحبينه يعني؟ شوف محمد، احس كني عايشه مع واحد من اهلي بنفس البيت، ولا كنا ريلي. صدق اني احاتيه، اخاف عليه اذا مرض، نتناجر، نتصالح. ما احس اني احبه مثل اول ايام. ما ادري. قلت لك فلس حمر ما راح تشوفه مني. ليش عاد يمه؟ انت تصدق كلام هالمينون هذا؟ كل كلمه يقولها كذب، لا تصدقه. مو كافي خلاك تشتري السياره غصب، والحين بعد عينه على ورثك. متى بتعقل؟ ليش ما تسمع كلام امك؟ يمه السياره عجبتني،
لا والله مو كاهي، لو عجبتك كان رايح راد فيها، مو موقفه عند باب البيت ما تتحرك. يما انت شرفت بالسيايير، السيارة صاحية ما فيها شيء، بس نبدل البطارية وخلصنا. لا والله حبيبي مو علي انا هالكلام هذا، لو هي السالفه سالفه بطاريه كان وديتها عند الكهربائي وبدلها لك، لكن الخوف انه يكون البلا اكبر من كذي وانت قامر من فشلتك، قول تكلم ايش فيك؟ يما الحين احنا بالسيارة ولا بورث اللي ابيه؟ يما ليش تكسرين فيني؟ خلاص لو السالفه سالفه ورث ما يغلى عليك يا يمه، ان صار عمرك 21 سنه ما اغلي عليك يمه، بس عاد ياني وياك يا حمني تعطي فلس واحد حق اللي اسمه خليب هذا، لا اني امك ولا انت ولدي، سامع ولا لا؟ رجعي خلاص كرسي عقيلي؟ هو ايه خلص تو خلص. هات حطي بالصحن. هاو ايش بيك شكلي مسعورة؟ انا ادور القصدير طلع هني القصدير. ليش انت وين بتروحي؟ بروح عند عم ابراهيم. وانا حسبالي هذه شهوتك. اي انا مشتهيتها بعد بس بروح باكل مع عم ابراهيم. تعالي وين تاكلون؟ بالحديقة. تعالي معي. ترى والله قعدتها تجنن سوالفها ريالي جنن. تعالي معي تعالي. صراحة أنا مالي خلق نزفن. زين روحي وتعالي بسرعة. يلا. قوة عمي. هلا ببنتي الحلوة. هلا فيك عمي. ما تنقصت لك قرص عقيلي من اللي يحبه قلبك. زين صج عاد. من مسوي العقيلي انتي ولا اختك؟ دام تبي الصج اختي، بس انا ساعتها وقفت يمها يعني معنويا. الله يعطيكم العافية انتوا الثنتين. الله يخليك عمي. تصدق حنيت عليها قلت لها تعالي معي بس ما رضت، خافت تنزف. تنزف؟ من يزفها؟ سلمك الله عمي، انا واختي محكوم علينا بالسجن المؤبد. لا طلعة مثل الناس، لا قاعدة مثل الناس، لا رفيجات، لا روحة، لا ردة، لا سينما، يعني احنا الحمد لله سلمنا على الستلايت. ما يلامون، خايفين عليكم انتم بنيات وحلوين وصغار. ولو عمي، بس هم الحكرة تذبح، يعني إذا وإحنا الحين صغار ما نعيش وقتنا، متى راح نعيشه؟ يعني هم مانعينكم من الطلعة خير شر؟ لا عمي، بس يعني إحنا ما نقدر نطلع من غير أمي، من غير سلوم، وأمي ما لها خلق هيلة، وسلوم يقعد يطلع الطلعة من شبدك، يقعد يتمنن عليك، يعني آخر شيء تكره الطلعة. وهم مانعينك تجين عندي؟ لا عمي. بس ما يدرون صح؟ بس اختي رقية تدري. المثل يقول يا بنتي لا تبوق لا تخاف. إذا بتسوين شيء وانت مقتنعة إنه صح سويه، لكن برضاهم، ناقشيهم واقنعيهم وسويه برضاهم علشان يرضى عليك رب العالمين يا بنتي. والله عمي ما تدري ايش كثر كلامك يريح.
يا ريتك ابوي، بس تدري عاد خلاص ان شاء الله اذا بمرك اليوم ولا اذا بمرك باكر ما راح اي من غير ما يدرون، لا راح اخاف ولا راح اقعد اتلفت. الله يخليك. برخصتك. هند واضحة. مساك الله بالخير عمي. هلا والله ويا مرحبا، حياك الله. تفضل. مستعجل ولا تشرب شاي؟ لا يا عمي ماني مستعجل، وانا اصلا جاي اقعد معاك واسولف معاك. يا هلا والله، هذه الساعة المباركة. تشرب شاي ولا اروح اسوي لك زعتر، اسوي لك دارسين؟ لا يا عمي لا تكلف على نفسك، اشرب من الموجود يا عمي. حاضر، الساعة المباركة. هذا مسكر. مخدر. وفاء، شنو ضايق خلقك؟ عسى ما شر. اي والله يا عمي متضايق. متضايق؟ ايش متضايق منه؟ سامحني يا عمي، ليش اني جاي اشكي لك همي. تفضل. بالسمع. يا ولدي انا مثل ابوك، قول وفضفض في اللي عندك كله. أنا مستغرب يا عمي، ليش الناس تغيروا علينا؟ إيه يا ولدي، كثر ما تعيش كثر ما تشوف، كثر ما تتعلم كثر ما تتغير. بس ليش أتغير على أهلي وناسي وهم قراب مني؟ والله يا ولدي اللي معدنه نظيف ما يغير الزمن ولا يتغير على أهله. بس اللي تغيروا يا عمي ناس كنت أعتقد إنهم مثل الحمامة البيضة، وفجأة تغيرت نفسيتهم معاهم. You think you're gonna convince me I'm crazy, huh? Do you know the kind of people that I deal with every day? I'm a U.S. Marshal, for God's sakes. You were a U.S. Marshal. Here's a copy of the intake form. You broke into Ward C4, proof of the 67th patient. If you'd gotten it to the mainland... انت هني؟ عبالي طلعت. لا وضع توي قاعد بالنوم. وبعد ايش فيك انت؟ كل ما شفتيني تفززتي، شايفه يني؟ ما فيني شيء. اسماء، ترى انت بنت عمي قبل لا تصيرين مرت اخوي. شو السالفه؟ ترى دم ولحم احنا. بل اذا ما تبيني بالبيت اطلع. اطلع. لا يبا مو بكيفك عاد انت تحكمين فيني، اطلع واقعد. ايه سمعيني؟ انا قاعد هني بالبيت وقاعد غصبا عليك، يعجبك عاد. Let's try this another way. تعالي وانا حاجيش لا تهديني وتمشين. اي والله اطلع من البيت تبي تتامر علي. ايش تو؟ تكفى يا جاسم، تكفى. خليه يطلع من البيت. من حقها يا جاسم. مرتك لا تنسى انها دافعه فلوس في البيت. انت عاد لا تصير حساس زياده عن اللزوم. بس أنا يا عمي عمري ما سمعت صوتها يرتفع كذي. إيه كل إنسان له طاقة وهي تحملت بما فيه الكفاية. أنت المفروض تشكرها إنها تحملت أخوك كل هالسنين، مو تزعل عليها. بعدين أنا بقول لك، أخوك شم سكنة معاكم؟ شم قاعد عندكم؟ ها؟ ريال وزوجته الديت. شم قاعد أخوه وياه؟ هم تبي تقعد مع زوجها، تنفرد مع زوجها، تاكل لقمة مع زوجها؟ أفا عليك بس فكر وانا عم